عملنا الفطار بتاعنا الجميل واللابتوب بتاعنا العسل. نقعد بقى ايه نفطر في الفطار الرومانسي ده. يا جدعان انا لسه ما نمتش من امبارح والنهارده السبت، وايه كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان. ان شاء الله رمضان كريم وسعيد علينا كلنا. وانا بقى ايه يعني وانا قاعد كده لقيت الدنيا كلها عماله تنزل تلج من امبارح، بس طبعا الميه دي لان ايه درجه الحراره طلعت شويه ترجع تنزل تاني دلوقتي وتنزل تلج، فايه الجو ده بيغريني الصراحه. فانا قلت ايه بقى خلونا ناس محترمين وننزلوا نشتروا حاجات، ننزل نروحوا السوبر ماركت. انا اخترت ان انا اروح السوبر ماركت البعيد الصراحه عشان اتكلم معاكم في عز الجو البرد التلج ده. وانا دلوقتي حرفيا انا لو حد قال لي فين انت فين، عارف محمد هنيدي وبيقول له انا في مكان كله ابيض في ابيض، هو ده بقى انا بالظبط دلوقتي. ده بس الجو ساقع. المهم ان انا ما صورتش فيديوهات من زمان جدا، يعني مش عايز اقول لكم من زمان جدا قد ايه. فاكرين اخر فيديو صورته اللي انا كنت مصوره وانا قاعد عند البحيره وقعدت اتكلم، حصل معايا خازوق كبير. انا قعدت اصور واتكلم مع الكاميرا وبتاع، واتضح ان الكاميرا فصلت بعد دقيقه و27 ثانيه. انا مش عايز اقول كلمه وحشه، احمص. انا بكره الحركه دي، بس يلا الحمد لله ما فاتتكوش حاجات كتير. يعني الحمد لله انا كنت مستني الترام فزهقت رحت قافل الكاميرا فبصيت، يعني الحمد لله. فبصوا شايفين التلج عامل ازاي والشمس طالعه، يعني سبحان الله. وطبعا يعني لو الشمس ضربت شويه في عيني هتلاقي عيني حلوه. انا عارف اللي لون عيني بتبقى حلوه في الشمس. نعيدوا الكلام اللي انا قلته لكم بقى. احنا تقريبا كنا وصلنا عند حته ايه اخر فيديو كنت صورته، اللي هو انا كنت قاعد قدام البحيره وكنت لابس نفس الميتسه اللي انا لابسها دي. هروح السوبر ماركت اوريكم الاسعار نشتروا حاجات. مستني بكره حاجه مهمه جدا. بصوا شمس بس الاول عامله ازاي. شايفين الشمس عامله ازاي؟ طبعا بقى كمان شويه طبعا الدنيا دي هترجع تغيم تاني لان التلج هينزل تاني كمان شويه، وكل الميه اللي في الارض دي هتتجمد. وبص هتلاقي بقى الناس ماشيه ايه زحاليق على ظهرها. بس فاحنا ايه نلحقوا نفسنا، والتلج لسه ما بقاش جليد علشان انا بكره امشي على الجليد لما يبقى عارف انت زي الفريزر كده. ودي تعلمك حاجه مهمه جدا. يعني في واحد قالها لي في مره، قال لك لا تامن شمس الغرب، فاهم؟ لان شمس الغرب لا تؤمن او لا تؤتمن. المهم شايفين التلج عامل ازاي؟ والله جميل. انا عايز امسك كره تلج، استنى للاسف ما عنديش صحاب العب معاهم بالتلج. نعملوا حاجه مهمه جدا، نكتبوا ام ايه. بحب جدا اكتب ام ايه في التلج، عظمه والله. فانا بكره مستني حاجه مهمه جدا، يا رب يا رب تحصل. طبعا لو انتوا شفتوا الحته دي يبقى هي حصلت فتباركولي، لو ربنا ما ارادش فانتوا مش هتشوفوا الحته دي. اتمنى من ربنا انها تحصل، لانها لو حصلت في حاجات كتير قوي هتتغير، حتى التصوير حياتي في حاجات كتير قوي هتتغير بسبب مش هتتوقعوها. يا الله انا هضطر امشي على التلج. اتمنى كمان من ربنا يعني ان ربنا يوفقكم. ولو عندك بقى كومنت حلو يعني ها انت عارف يعني ما تستخسروش فيا. ايوه بقى الشمس بقى، انا بحب شكل الشمس او بحب شكلي في الشمس. الله سبحان الله. المفروض كده اللي احنا اساسا الربيع كمان يعني خلاص. نرفعوا الكاميرا شويه يلا. خد يا زلمه. حرفيا اقسم بالله وانا قاعد بوري لكم يعني ايه كوره تلج كده نزلت لبست في وشي يعني هي كانت مستنياني، فاهم؟ المهم يا جدعان انتوا عاملين ايه يا جدعان؟ فبقول لك بقى لو انت عندك كومنت حلو ما تخسروش فيا. انتوا عارفين كل الكومنتات، يعني اللي متابعني على الانستا عارف ان كل الكومنتات الاخيره كانت سلبيه. طبعا اللي انا بنزله ده مش كل الكومنتات، يعني انا بنزل كده حته كده. وطبعا ايه يعني شكرا لكل الناس اللي بتدخل تقول لي ما تشغلش بالك بالكومنتات والكلام ده. بس الموضوع لما تلاقي كل الكومنتات بقت سلبيه مره واحده، فيس انستا يوتيوب تيك توك كله بس انا طبعا عندي، يعني انا عندي بطريقه لا تتخيلوها. ان لو ما لقيتش حد يعاندني بعاند نفسي، فدي من ضمن الحاجات اللي انا بشوفها مميزات فيا من وانا عيل صغير. لو ما لقيتش حد ايه يعاندني بعاند في نفسي، فانا هفضل اعاند. والصراحه يعني ايه لما قعدت فكرت كده، يعني اللي يفصلني ما بيني وما بين الناس اللي بتتريق عليا، او يفصلني ما بيني وما بين الناس الكتير اللي بدات ان انا اكمل، لان احنا اكيد كان عندنا احنا الاثنين نفس الهدف يعني. بس يعني الفرق ما بين ده وده انك تكمل. الكلام ده طبعا مش ليا بس، يعني الكلام ده بقوله لكم انتوا كمان. مفيش حاجه في الدنيا تستاهل انك توقف حاجه انت عايزها علشان حد. طبعا
اراء الناس كلها تحترم، ولكن اراء الناس المحترمه. يعني اللي ينتقدني يقول لي مثلا والله زاويه تصويرك مش حلوه، ممكن تعملها كذا هتبقى احلى، احتمال كبير قوي ان اعمل بنصيحه لو لقيتها افضل. حد يجي يقول لي مثلا اعمل حاجه في المونتاج هتظبط لك الدنيا، هعملها. الكلام ده يعني اللي هو ايه، ما تجيش تشتمني مثلا، لان لو شتمتني ههينك، فاهم؟ تريق عليا همسح بكرامتك الارض. وانا مقدر او مقدر الكلام اللي انتوا بتقولوه لي دايما، اللي هو ايه، ما تشغلش دماغك بالناس يا عم، وكومنتات. عارف انت لما تكون انت قاعد في الاوضه رايق ويجي جنبك ناموستين تقعد تزن بقى وبتاع وتجيب لك صداع، هينتهي بيها الحال. يعني انت عارف ان انت قد كده والناموسه دي حته قد كده، بس هينتهي بيك الحال ان انت تمسك اي جزمه وتضربها بيها. فده اللي انا بعمله. المهم نغير الموضوع. التلج بيقع من على الحاجه ايه، يعني حرفيا دلوقتي ما تعديش من جنب حاجه، التلج بيروح واقع مره واحده كده، كتله واحده، بس السما لونها تحفه وشكل الدنيا جميله الصراحه. وطبعا ايه، لو عندك اي سؤال على الانستا ابعتهولي، يعني انا برد على كل الناس على الانستا. ممكن الفتره دي بتاخر شويه لان انا عندي شغل، ودلوقتي انا اللي بمنتج وانا المفروض اصور، انا اللي بعمل كل حاجه، غير انتوا عارفين ان انا اللي حياتي كلها انا اللي بعملها. توفيق ربنا ومساعده ربنا يعني. شايفين القطر معدي من قدام من ورا ده؟ المهم الدنيا بتبقى صعبه يعني ان انا ارد على المسجات كلها. فانا بقى زي ما قلت لكم انا ما نمتش من امبارح، قلت بقى انزل اشتري حاجات واكلها، عايز اطلع اظبط الشقه وافطر واقعد اتفرج على ماتش الاهلي. يا رب الاهلي يكسب، ولو الاهلي برده كسب ايه يعني هنزل الحته دي، لو ما كسبش هنزلها برده، لان ايه الاهلي ده في القلب. بس انا طبعا ما بقتش مهتم بالكوره زي زمان. انا من ساعه ما سافرت المانيا وانا ايه شغفي للكوره قل، لان ما بقاش عندي وقت زي الاول، ما بقاش عندي الوقت او الرفاهيه اللي انا اقعد اتفرج على ماتش كوره واضيع مثلا قصاده شغلي او اضيع قصاده تمرينه. ساعات كتيره دلوقتي بقت بضيع الماتش علشان التمرينه، وكده كده في الاخر هعرف النتيجه. لكن لو انا فضلت قاعد اتفرج على الماتش الفورمه مش هتطلع ولا ايه، قوم بقى اتمرن. في فيديو عايز اعمله الصراحه، الفيديو ده ملوش اي علاقه بالفلوجات ولا ليه علاقه بالمانيا، بس الفيديو ده انا عايز اعمله على المستوى الشخصي، وهيفرق في حياه كل بني ادم هيشوفه حرفيا. مش هتتوقعوا الفيديو ايه، وانا هنزله لكم. احتمال يكون الفيديو الجاي، او هنزل الفلوج ده وبعدين انزل الجزء الثاني من الفلوج اللي انا هسيبه لكم فوق، اللي انت لو ما شفتوش روح شوفه وايه، وبعد كده بقى انزل لكم الفيديو ده. الفيديو ده هيفرق في حياه اي بني ادم والله هشوف باذن الله يعني. ها هو كاوفلاند اهو، مش عارف انتوا شايفينها ولا لا، بس ايه هو ده كاوفلاند. وهنا ده اسمه ميديا ماكس. ميديا ماكس ده زي الميديا ماركت كده، اللي انتوا يعني اللي متابعني هيعرف ايه الميديا ماركت. وزاتورن اللي انا دخلته قبل كده اللي فيه الكترونيات والكلام ده، يعني كلها حاجات بتبيع الكترونيات بس. والفتره دي بقى ايه، رجعنا تاني المستشفيات بس على حاجه جديده غير اللي انا كنت فيها. انا كنت في دار مسنين والحمد لله خلصته. كان جزء رخم، انا بحب الناس الكبار وكل حاجه، بس يعني ايه الشغل معاهم بيبقى متعب جدا كده شويه. طبعا هي ايه كانت محترماني، فانا دارت الكاميرا احتراما برضو ليها تعدي. في ناس كتير هنا في المانيا محترمين، وفي ناس تانية عايزين بقى عارف اللي هو ايه هتفخك بالقلم على قفاك. بتبقى في الناس دي بتحصل معايا كتير والله، وفي ناس بتعصب وفي ناس باخدها ببرود يعني. وان الالمان لو بقيت بارد معاهم هيولعوا في نفسهم انهم هم اصلا باردين. واحنا وصلنا، بصوا الكلب ده والله العظيم انا فكرته تمثال طلع حقيقي. نقعد عربيه ولا بس ولا ندخلوا بقى ايه سوبر ماركت. انا مش فاهم ليه الناس مستغربه مني جدا وانا بصور، ان حاسس ان الناس اول مره تشوف كاميرا مثلا، او الناس مش فاهمه انا بعمل ايه، مش فاهم حاجه. بس يعني شايفين بقى الدنيا زحمه النهارده ازاي، عشان النهارده السبت. يا رب بقى يكونوا عاملين تخفيضات. الجو بقى بيبقى حر لما تدخل كده، فانا بفكر اقلع الجاكيت، وفي نفس الوقت ايه عايز اخلص حاجتي وننزله. اوكي، وده ليه احكي لكم دلوقتي. فانا بقى ايه خلصت وطلعت من السوبر ماركت، لان انا اضطريت ان انا اقفل التصوير جوه، لان زي ما قلت لكم ايه في المان حلوين والوان هم الوان فعلا. فايه وانا داخل كنت بصور وبتاع، فلقيت لك واحده جايه لي تجري ان شغالين في المكان يعني، وجايه بتقول لي اللي هو انت هنا يعني استنى، وفي يعني ما ينفعش تصور وكده، طريقه رخمه. فالمهم رحت لها يعني اوكي مفيش مشكله، ورحت قافل. فقفلت وبتاع وشلت الموبايل من الجنبل، فانا ماسك بقى موبايلي عادي، فلقيتها هي ماشيه ورايا وانا ماسك طبعا موبايلي عادي. رحت مركب السماعه البلوتوث وبتاع، راحت جايه موقفاني تاني، قالت لي انا مش قلت لك ممنوع تصوير، ممنوع تصوير صور فيديوهات ايا كانت ايه هي،
ممنوع تتصور اي حاجه. رحت انا طبعا ما كنتش بصور بقى، فرحت انا مزعق ومعلي صوتي، قلت لها انا عارف طبعا ان انت ما بتفهميش في الحاجات دي لان الحاجات دي ما كانتش على ايامك، بس انا ما بصورش. مزعق بقى طبعا وعليت صوتي وكلمت بحديه طبعا. راحت جايه معتذره لي، وانا طبعا الناس بقى واقفه بتتفرج، رحت انا ماسك الموبايل كده، هو ده كده بصور؟ يمكن دي حاجه جديده اخترعوها ما يعرفهاش غيرك، ولو مشيتي ورايا تاني انا هعمل مشكله. ورحت بصيت لها بقرف كده وسبتها وماشي. بس فاضطريت طبعا ان انا اقفل. اشتريت الحاجات دي حاجه تقيله. عايز بقى ايه هنا نمسكوا نقطه معينه هنا للناس اللي بتيجي تقول لك انا عايز اسافر من غير لغه او عايز اسافر بانجليزي. هو طبعا اولا ما ينفعش تسافر من غير لغه، بس تقدر تسافر بانجليزي، لكن القصه اللي انت هتقابل صعوبات كتير قوي، فانت هتقابل حاجات كتير جدا مش هتعجبك. ليه بقى؟ مثلا واحده زي دي كده وقفت كلمتك واتنكت عليك، ولا هتعرف تنطق لان انت ولا فاهم هي بتقول ايه، ولا هي هتفهم الانجليزي. يعني في كتير بيفهموا انجليزي بس مش كله. مثلا عايز تسال على حاجه، الالمان هنا ما بيحبوش يتكلموا الالماني كده يعني، فاهم؟ هتقابل صعوبات كتير جدا. والشغل لو انت عايز تشتغل هيبقى لك حاجات معينه بس اللي هي بتتكلم فيها بالانجليزي، فاهم؟ لكن الالمان هتقعد هتبقى قاعد مثلا لو هم ضحكوا او اتريقوا وانت هتبقى فاهم. انت عارف ممكن يكونوا يعني بيقولوا اي حاجه عادي يعني نكته وبيضحكوا، انت تفتكرهم بيضحكوا عليك لو انت ما تفهمش اللغه. بس فاللغه ليها فوائد كتير جدا، يعني الالماني ليه فوائد كتير جدا. وانا دلوقتي ايه هخلص واطلع واقعد ايه امنتج الفيديو ده، وهطلع دلوقتي اروق اخد لي دش. الدنيا بدات تحرر، هي طبعا ما بداتش تحرر يعني، بس انا اللي ايه شايل حاجات كتير وماسك الجيمبل والكاميرا وبتكلم، فهتلاقيني بنهج شويه انا، وكمان شايل الشنطه على ظهري. انا هروح الجيم النهارده ان شاء الله باذن الله، اكلمكم وانا اروح الجيم. مرة النهارده فل اللي هو ظهر وباي وكتف خلفي بس. هحاول يعني اكلمكم وانا رايح الجيم وكده، وبعد كده ايه هنشوف هنطبخ النهارده. انا طالبه معايا النهارده اعمل ايه بقى؟ اعمل كشري وايه وبيض وشويه سلطه. سلام، حاجه عظمه بعد الجيم. هو كده ماتش الاهلي الساعه 2، وبعد الماتش هيخلص اكيد، يعني الماتش هيخلص الساعه 4. النهار بيستنى رمضان عشان يطول، فاهم؟ يعني ايه المغرب كان بيدن الساعه 4، في رمضان هيدن الساعه 10. ما اعرفش ازاي، انا ما اعرفش ازاي بيجري بالسرعه دي. اول ما يعرف اللي فيه رمضان لازم نفطر الساعه 10 بالليل بس. فهي بتبقى النهار طويل، بيبقى ليه فوائد وليه حاجات وحشه. الحاجات الوحشه اللي هي بس ايه في رمضان بيبقى صعب قوي مع الشغل والتمرين والحركه والكلام، فتلاقيك ايه طول الشهر مفرهد كده. عارف اللي هو ايه في حاجه واقعه منك. لكن في باقي الشهر احلى حاجه بقى ايه ان النهار بيبقى معاك طويل. لكن برده من ضمن السلبيات ان العشاء بتوصل للساعه 12 بالليل، واحنا بيبقى عندنا شغل الساعه 5 الصبح. انا ايدي وجعتني والحاجات دي. يا رب ارزقنا بعربيه، يا رب ارزقنا برخصه وايه، وبعد كده امر العربيه سهل. يعني شفتوا في كل البلاد العالم ما بينعوش هم الرخصه وبينعوا هم العربيه، الا في المانيا هتنعى هم الرخصه ومش هتنعى هم العربيه، لان الرخصه هنا غاليه وصعبه والعربيات هنا كتير ورخيصه. شايفين الشمس؟ شمس، الدنيا ساقعه وتلج وميه وكل حاجه في نفس الثانيه، وفوق كل ده بقى انا حران. بس طبعا انا في اللحظه اللي زي دي ما ينفعش اقلع الجاكيت، لان انا لو قلعت الجاكيت هتعب في ساعتها او هيجي لي برد. والتلج بدا يسيح شويه، بصوا شايفين عن ساعه ما كنا جايين التلج ما كانش كده، بس هيجي دلوقتي على الساعه 1 هتغيم وينزل تلج والدنيا ايه تتملى تلج تاني. هروح بقى دلوقتي اركب الترام وبس يا معلم. اتمنى الفلوج يكون عجبكم، ويعني ان شاء الله في مره تانية اصور لكم الاسعار. لو الفلوج عجبك ما تنساش الطلبات اللي بطلبها منك في كل فيديو: لايك، شير، سبسكرايب، فعل الجرس. لو انت بتشوفني على الفيسبوك ما تنساش لاف، شير، كومنت حلو، اعمل كل حاجه حلوه تقدر عليها. ماشي حبايب قلبي، اشوفكم الفلوج الجاي. ايه